الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، مرحبا بك في إحدى الرسائل المشفرة للقرآن الكريم. لماذا أصبحنا كغثاء السيل؟ وما العلاقة بين الحالة المزرية التي يعيشها المسلمون الآن وفهمهم وتطبيقهم الخاطئ للصيام؟ أخي المسلم، للأسف لم نفهم الغرض والهدف العظيم من عبادة الصيام الذي أمرنا بها الله عز وجل، مما أدى بنا إلى هذه الحالة المزرية. قد جاء في سورة البقرة الآية 183 قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما جاء في الآية 184: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاء أيضا في الآية 185: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لنجد أن الله عز وجل مشددا على الصيام ومؤكدا أنه خير لمن تطوع. خدعوك فقالوا أن الله عز وجل فرض علينا الصيام بهدف الشعور بمعاناة الفقراء والمساكين وبسبب فوائده الصحية لجسم الإنسان فقط. هل هذا كل شيء؟ بالطبع لا. لقد اختزلوا الصيام في الطعام والشراب، وهذا جهل كبير. الصيام هدفه الأول تدريب المؤمنين على جهاد النفس وشهوتها ومقاومة متاع وزينة الدنيا بمختلف أنواعها وعدم التثاقل إلى الأرض، مقاومة حياة الدنيا. فمثلا صيام شهر رمضان تدريب عملي للمؤمن على مقاومة الشهوات ومتاع الدنيا حتى المحللة له، ليخرج من هذا الشهر لديه القدرة على الاكتفاء بما حلل له ومبتعدا على ما حرم عليه طوال أشهر السنة. فإذا صام المسلم رمضان بالشكل الصحيح ونجح في الحفاظ على مقاومته لمتاع الدنيا في باقي أشهر السنة، سيلبي نداء الجهاد في سبيل الله ونصر دينه والتضحية بنفسه في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة المسلمين بأي وقت يستوجب هذا منه. فالصيام والاعتكاف الصحيحين ينهيان عن حب الدنيا والركون إليها، كالصلاة الصحيحة التي تنهي عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. والدليل الأول على ذلك في سورة البقرة أيضا التي كتب فيها الصيام، الآية 249: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة قال لهم: إن الله ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم تعبرونه ليتميز المؤمن من المنافق، فمن شرب من ماء النهر فليس من أهل ديني ولا يصلح للجهاد معي، ومن لم يذق الماء فإنه مني لأنه مطيع لأمري وصالح للجهاد، إلا من ترخص واغترف غرفة واحدة بيده فلا لوم عليه. فلما وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء وأفرطوا في الشرب منه، إلا عدد قليلا منهم صبروا على العطش والحر واكتفوا بغرفة اليد. حينئذ تخلف العصاة. ولما عبر طالوت النهر وهو والقلة المؤمنة معه وهم 310 رجلا بملاقاة العدو، ورأوا كثرة عدوهم وعدتهم قالوا: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده الأشداء. فأجاب الذين يوقنون بلقاء الله عز وجل يذكرون إخوانهم بالله وقدرته قائلين: كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة غلبت بإذن الله وأمره جماعة كثيرة كافرة باغية والله مع الصابرين بتوفيقه ونصره وحسن مسوبته. هذه القلة المؤمنة تمكنت من هزيمة العدو رغم قلة عددها وعتادها، لأنهم كانوا متسلحين بأقوى سلاح يمكن أن يتسلح به المؤمن، وهو الإيمان واليقين بالله. ستجد أن جنود طالوت مروا باختبارين: الاختبار الأول والنهر،
الاختبار الثاني هو الثبات امام كثرة عدد وعداد وقوة اعدائهم العمالقة. سنجد المنافقين فشلوا في اول اختبار، لم يستطيعوا مقاومة العطش وانكبوا على النهر، ذلك النهر الذي يرمز الى الدنيا الان. فمن ينغمس في متاعها ولا يكتفي بغرفة منها ولا يستطيع مقاومة زينتها لا يصلح للجهاد والدفاع عن دين الله، فيصبح بعيدا كل البعد عن الدين. ستجد ضعفاء الايمان بالله فشلوا في الاختبار الثاني، الذين خافوا وتولوا وارتابوا بسبب كثرة عدد العمالقة وقوتهم، يقولون ليس لدينا القدرة على هزيمتهم، هم اكثر عددا وعتادا، ونسوا ان النصر من عند الله. الله عز وجل كتب على المؤمنين القتال بعد الصيام. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولا شيء غريب في ذلك، من لا يستطيع الصيام لا يستطيع القتال. هذا حال المسلمين الآن، ركنوا إلى الدنيا وأصابهم الوهن والضعف بسبب حبهم وتعلقهم بالدنيا، وأصبحوا بين منافق ومرتاب. وسبحان الله ستجد المسلمين اليوم انقسموا إلى 3 أقسام. القسم الأول يقول ليس لي شأن بما يحدث في بلاد المسلمين الأخرى، ويرفض فكرة الجهاد من الأساس، وهذا القسم المنافق الذي شرب من النهر. القسم الثاني يقول لن نستطيع أن نجاهد الآن لأن عدونا يمتلك أسلحة فتاكة، وهذا القسم ضعيف الإيمان رفض مواجهة العمالقة. القسم الثالث يقول أريد الجهاد ولكن لا باليد حيلة، أنا تحت حكام عملاء للغرب، فيحاول تبرير لنفسه الوهن والامتناع عن الجهاد بالحكام الكفرة، ونسى أنه مأمور بمجاهدة هؤلاء الحكام. والثلاثة أقسام كلهم لن يفلتوا من عقاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء الثيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. وقال أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة أي بالربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. خلاصة الصيام أحد العبادات التي فرضها الله علينا لنقاوم حب الدنيا والتعلق بزينتها. حب الدنيا يؤدي إلى الوهن والضعف وترك الجهاد، وترك الجهاد يؤدي إلى الذل والهوان. فاسأل نفسك الآن، هل إذا يسر الله عز وجل لك فرصة للجهاد في سبيله للدفاع عن المسلمين المستضعفين وإعلاء كلمته، هل ستترك الدنيا خلف ظهرك وتهاجر في سبيل الله؟ هل ستترك عملك ومالك وبيتك وأهلك؟ هل ستترك خطيبتك؟ هل ستترك زوجتك وأولادك؟ هل ستلبي النداء؟ أم سينطبق عليك قول الله تعالى عز وجل في الذين كانوا يطالبون بالجهاد ولما كتب عليهم الجهاد وتيسر لهم تولوا عنه؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.